ازيك يا سعيد؟ اخبارك عامل ايه؟ انت هتفرجنا على حاجه حلوه النهارده ان شاء الله. ماشي، ايه المنتج الحلو اللي معاك النهارده؟ منتج عايز ان شاء الله هنا سيل مايكا سيل 705. 705 ده يعني كود. وعندنا كمان في 707 اعلى سنه منه. ماشي، الحاجات اللي هي عايزه عزل جامد قوي ناخد ال 707 وال 705 للعزل اللي هو عادي بنعمل زي مثلا حمام سباحه. تاخد ال 707. لكن الحاجات اللي هي مثلا تنكات ميه، حمام بيت، حاجه زي كده ال 705 شغال. ايه بقى المميزات اللي عندك اللذيذه اللي هتقولها لنا؟ عندنا الباستيلا حطينا فيها الشركن في النص كده اهو، بحيث ان احنا لما نيجي نفتح الجازيلا نلاقي ايه الجيركن ولا ايه نطلعه. تمام. انا بس هنا عايز الفت نظر الناس لحاجه مهمه قوي. اتفضل. انت مره قلت باستيلا ومره قلت جازيلا. عشان في كل بلد بيتباع فيها الناس بتختلف. يعني في بعض الدول دي بيسموها برميل، وفي ناس تانية بيسموها جازيلا، وفي سطل وفي جردل وفي جردل وفي باستيلا. كلهم في الاخر هو العلبوه دي، العلبه البلاستيك دي. مظبوط. تمام، عشان بس الكلام تمام وواضح. هنفتح الباستيلا او الجازيلا وهنطلع الجيركن، هنلاقي حفره في النص. تمام. هناخد من الجيركن ده حوالي 90% منه من الماده اللي جوه، وهنسيب مثلا 10% كده احتياطي. وهنجيب الخلاط او بايدينا او بحته عصايه او المضرب. تمام. لو بالمضرب الكهرباء طبعا هو بيضرب حلو قوي، المضرب افضل. لكن لو بايدينا لازم نخلط خلط تمام 10 على 10 ونطمن انه خلط كويس. المضرب افضل. تمام. وبعدين هنجيب يا اما نشتغل بقى بالفرشه، يا اما نشتغل بالرول. تمام. السطح اللي هندهن عليه لازم يكون ليه حاجه معينه يعني اكيد طبعا ايه يعني اما نضيف ما يكونش فيه معاشش. تمام. بتبقى الحاجات دي لان الحاجات دي اساسيات. تمام. لان هي عشان اقدر اقفل الماده تقدر تشتغل معايا زي الفل. طيب انا عايزك تثبت لي الكلام ده عملي. انت قلت كلام حلو قوي، يعني عايزين نشوف ولو تجربه صغيره يعني. حضرتك هنا احنا عملنا تجارب اهو زي كده، ندلق شطميه يعني هنا حاطط ماده العزل وهنا اسمنت عادي مش عليه عزل اللي هو بره. طيب نحط على الاسمنت العادي بره كده نشوف هيحصل ايه. زي كده بره اهو بقعت اهي والميه الاسمنت ابتدى يشرب. تمام. لكن لو حطينا في النص حطينا في النص بقى كده الماده بتاعتنا بتتزحلق وتجري. اهي بتتزحلق وتجري. تمام. اتزحلقت. تمام. اهي تمام. زائد ان عندنا كمان اصلا الماده بتاعتنا مطاطيه داخليه. تمام. لما بتنطر ايه الميه بتتبخر. تمام. فالميه تتبخر ما بتفضل حتى الحبه اللي هم مبلولين بره دول هيتبخروا وانتهى الموضوع على كده. مش هيحصل التسريب. تمام. يبقى احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان مايكا سيل عندنا زي ما سعيد قال لنا في 705 وفي 707. 707 لما نكون بنعمل حاجه جامده قوي، حمام سباحه كبير يعني الحمام السباحه الصغير 705 ماشي. لكن لما يكون كبير ويبقى فيه ضغط كتير يبقى هناخد ال 707. لكن حمامات البيوت، الحمامات الصغيره، الدنيا الشغل العادي 705 تشتغل تنكات الميه، الحاجات اللي زي كده. تمام. بيجي زي ما سعيد قال لنا وعرفنا، بيجي الجيركن جوه الباستيلا او السطل او البرميل او الجازيلا زي كل بلد. لان هو بيتباع فين ده يا ابو سعيد؟ ده بيتباع في مصر والسعوديه في الخليج يعني وشمال افريقيا، في اكتر من بلد يعني. تمام. وكله من انتاج مصانع مايكا جروب. تمام. احنا شاكرين ليك جدا يا سعيد وبنتمنى لك التوفيق، وعايزين نشوف النهارده ان شاء الله حاجات تاني كويسه. يلا نبص تاني بصه اخيره. بص الميه اتزحلقت اهو، ما بقتش موجوده في مجرد الثانيتين اللي احنا بنتكلم فيهم. اما الاسمنت فطبعا الفرق. اشرح لنا كده يا سعيد الفرق. الدنيا هنا خلاص اهو في ميه هنا عندنا اهو. بص شربت 4 شربه من الاسمنت في النص هنا مفيش. تمام. عملت عزل. تمام. شكرا يا سعيد وكتر خيرك. مايكا جروب عامله لنا مايكا سيل 705 و707. اتصلوا واطلبوه دلوقتي في مصر والدول العربيه موجود. شرفتونا.